السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله رايحين نديروا فكره للعشاء او للغداء، وهذه الوصفه يعني تجيبي مكونات بسيطه موجوده في كل بيت، وتقدري تستغني على لا فيونداج، يعني تنجمي ديري طبق بالخضر فقط وتجي بنينه وما تامنوش لصانكم. اذا كان عندي حبه دنجال قلعت لها الجلد تاعها، نقيتها وغسلتها غايه وقسمتها الى قطع كما كنتم تشوفوا شويه كبيره باش نعرف بلي الدنجال كي يطيب لي يذوب كاع. هاي حكمت حبه بصل متوسطه، قسمتها تاني الى قطع صغيره. حبة ثوم كبيرة، الا كان عندك ثوم صغير ديري 2 حبات ثوم وقسميها تاني الى قطع صغيره. وطوماطيس تاني استعملت الحجم المتوسط، تقدري تستغني على الطوماطيس تاني ما ديريش طوماطيس عادي. تاني قسمتها الى قطع صغيره. لي زيبيس درت شويه سكنجبير، درت شويه حرور، شويه ملح، ودرت الكركم وقرفه، درت غير تاع قرفه صغير هكا غير شويه يا ربي فيه واحد 5 مليمتر ولا يعني قليل بزاف، ومرقتها بكاس ماء. انا هنا نسيت البطاطا، روحت جبت 3 حبات بطاطا نقيتهم وقسمتهم الى قطع كما راكم تشوفوا، يعني شويه يعني ماشي صغار بزاف باسكو راكم عارفين البطاطا ثاني تحرحد لك شويه، وخلطتهم مع بعض. لا فيونداجي درت شويه توابل دجاج، شويه ثوم بوز، شويه سكنجبير، الحرور، ودرت الملح وشكلتهم كرات، وروحت درتهم في الصبيره تاعي وزدت عفوا تاني زدت كاس ماء بارد، يعني درت الكاس الاول ودرت الكاس الزوج. يعني في هذه الوصفه تستعملي نصف لتر من الماء وتنقصي عليها لمده 20 دقيقه وتحصلي على هذا الطبق الرائع.